تظلم وتبكي وتسبق تشتكي للجار وتغير، لكن لك اسلوب في الاعذار، تجرح وترمي الدواء وتقيد اللي هوى، تجرح وترمي الدواء وتقيد اللي هوى، وتقول انا احب ما تعرف الحب، لا تكذب على من حب يا كذاب، فيك الامل خاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة مع نجم من نجوم قطر، واللي قدر ما شاء الله عليه يوصل إلى مصاف خلنا نقول الدرجة الأولى بسرعة البرق. ما شاء الله كان معنا اليوم النجم القطري فهد الكبيسي. حياك الله. يا هلا وغلا فيك. هلا وسهلا فواز، ارحب فيك وارحب بجمهور برنامجك الجميل. الله يسلمك فهد. طبعا انا سعيد انك اتحت لي هذه الفرصه. انا اكثر يا اخوي. اي والله ما قصرت يا ابو خالد. معزتك يا رب يسلمك، ما قصرت ابو خالد. طبعا انت خلصت من حفله وتعبان، بس ما شاء الله عليك يعني. لا بالعكس، جمهور قناه الريان يستاهلون وتستاهل فواز. الله يسلمك. الله يسلمك. فهد، المعروف عنك ما شاء الله عليك يعني في الفتره الاخيره نشيط، اعمال كثيره. تشوف هذه السرعه في الانتشار، تشوفها انها ايجابيه ولا سلبيه؟ لا بدون شك ايجابيه، يعني هو في النهايه ترى هذا شغلي، يعني انا اليوم محترف فن، ماني بداخل المجال الهاوي. حلو. فبالتالي لما يكون الفنان غير نشيط معناته انه مقصر في عمله، في واجبه الرئيسي. وانا استغرب احيانا يقول لك والله الفنان فلاني نشيط، هو لازم يكون نشيط، هذا شغله. هذا انا اليوم لما اكون محترف الفن فلازم اكون مواكب للتطور اللي قاعد يصير، اكون مواكب الاحداث اللي تصير، اكون مواكب للجمهور وتغير الجمهور علي. فهد اليوم جمهوره مو بنفس جمهوره من 10 سنوات يوم بديت، ففي فرق ترى كبير. طلع جيل ثاني بيسمع اغاني ثانيه، بيسمع موسيقى مختلفه، فلازم انا اكون مواكب، لازم اركب الموجه قبل لا تغرقك. يعني انا دائما في الفن ترى الموضوع متسارع، فاحس ان الفنان اللي يريح شوي يسبقه مثل ما يقولون الموجه غرقت بسرعه. يعني ممكن يصير في برود عندك، يقل نشاطك. اكيد، يعني هو اقول لك قله نشاط الفنان، الهدوء في بعض الفنانين يصير عندهم دروب او هدوء او كسل، خلينا نسميه. الكسل هذا مضر، انا في وجهه نظري مضر جدا. التواجد اليوم صار مهم لك كفنان، خصوصا انه صار في عدد كبير من المطربين في الساحه، صار الاعلام يعني متسارع. اليوم اللي تنزل عمل في ثواني موجود في اخر اقصى الارض، الاغنيه هذه تنتشر وتوصل، فبالتالي بسرعه تصير محروقه ومسموعه، يتمللون يبون خلال شهرين تنزل لهم اغنيه ثانيه. مو بنفس الاول، اختلف الوضع. السرعه اللي صارت عندنا في مجتمعنا تخلينا قصب نكون نشيطين يعني. الله يوفقك ان شاء الله. فهد ما شاء الله عليك، انت تقدم حتى في الكليبات يعني تقدم شغلات غريبه، افكار غريبه. هذه الافكار منك انت ولا مدروسه مثلا من فريق عمل؟ هذه الاثنين، يعني هي في النهايه مدروسه ان ننزل فيديو كليب في التوقيت الفلاني، لكن فكره الكليب انا من الناس اللي حريصين ان اقدم شيء مثل ما قلت لك، يعني هذا تكمله للموضوع الاولي. لازم نقدم شيء يعني اليوم زمننا هذا صار زمن صرعات، زمن اشياء غريبه، زمن اشياء مختلفه، لانه صار المعتاد مو مقبول. اليوم احس ان ما عاد الجمهور او المتلقي ينتظر انه يشوف شلال وحديقه وخلاص. اغلب الناس شافوا الشلالات وشافوا الحدائق وشافوا البحور، فيعني
ما عاد مهم بالنسبه له انه يشوف هالمناظر هذه، واغلب الناس يعني عدت عليهم بزياده، فلازم يكون عندك اليوم فكره في فيديو حلو. في الفيديو كليب اللي تقدمه، لازم يكون عندك ابداع مختلف عشان تقدر توصل للجمهور هذا، وتوصل حتى الجمهور مثل ما قلت لك الجيل الجديد ما عاد يعني له ترى الاعمال اللي تقدمها اذا قدمتها بشكل طبيعي، ضروري انه يكون فيها تجدد، لان في غيرك قاعد يجدد. عجيب. فاذا انت ما جددت ما راح يكون في فرق. زين فهد، انت تتدخل في الاخراج؟ اي طبعا، ما في الاخراج لا، تفاصيل الفنيه لا طبعا ما افهم فيها صراحه، لكن من النوع اللي اختار طريقه يعني طريقه تصوير 360 الاخيره اللي قدمناها 360 درجه هذه. كانت يعني شفت دعايه لماركه تجاريه وحبيت اني اسوي نفسها، فاضطرينا انا ومخرج ياسر شاطر من الناس الفنانين واخوي يعني، كلمته مباشره وبدينا ندور على الكاميرات هذه وجبناها وشريناها، وما كانت المعدات موجوده يعني الوطن العربي مو مستغله. فيعني اشتغلنا على الموضوع وقرينا يعني المانيوال، هو قرا كامل عشان يعرف شلون يقدر يتعامل مع الكاميرات هذه. فمثل ما قلت لك يعني انا اتدخل في الامور اللي الفكر، يعني شلون نقدر نطلع بالفيديو، بس التفاصيل لا طبعا ما بس برافو عليك انك لقطت هذه الفكره بعد. يعني مثل سبقت فنانين مثل السيلفي. كانت بالنسبه لنا سبق يعني، مع انها بسيطه صادق، وهي صراحه كانت فكره عبد الله المناعي احقاقا للحق، وهذا الشخص نقدم له تحيه ونمسي عليه ابو محمد، يعني رفيق الدرب والشخص اللي بالفعل استفيد منه وايد ومن افكاره يعني، وهذه كانت فكرته. زين ابو خالد، انت ما تخاف ان مثلا مجموعه من المتلقين يقولون احنا حبينا مثلا طريقه التصوير بس العمل او المضمون ما ندري عنه؟ هو صراحه تصير يعني احيانا الشيء يغلب على شيء، وانا في مشكله في اغنيه يمكن ال 360 درجه الاخيره بطلنا، حسيت ان غلب التصوير الموسيقى او غلب الاغنيه، لكن ايضا اليوم لما الاغنيه تنذاع في اذاعه مباشره، لانك حتى لو يطري عليك الموضوع وبتكون الاغنيه يعني شيء يجذب شيء، اهم شيء تنجح بالنسبه لي انا. حلو. والحمد لله النجاح وصل، عاد يوصل بالموسيقى، يوصل بالكليب، هي فكره احنا قاعد نقدم مضمون فني، ابداع فني، تصوير وموسيقى وغنى، والتوفيق من الله يعني، في النهايه انت تشوف يعني اللي تقدر عليه. صح. طيب تواجد الياسر دائما معاك في الفيديو كليب، شنو السر؟ والله شوف، انا كل مرحله كان عندي مخرج، يعني اشتغلت قبل ياسر الياسري، ياسر يمكن اشتغلت معه 4 و5 اعمال، قبله اشتغلت مع يعقوب المهنا بعد 4 و5 اعمال، وقبله اشتغلت مع كذا مخرج، فيعني الفترة الأخيرة ارتحت لفكر ياسر يعني صار بيني وبينه ارتباط، عارف على قولتهم يفكر قبلي، يعني الله. الشيء اللي أبي أفكر فيه بروحه بنفسه يقول لي يا سوي الموضوع الثاني. شاب حريص على وطموح، عنده فكر، عنده شيء بيقدمه، وهذا الشيء صراحة اللي يخليك تحرص على أنك تتعامل مع واحد نفسه. ياسر ومتميز حقيقة، يعني يتعب على شغله ويحب شغله وايد، وانا يعني من الناس اللي كثر ما الواحد يكون صادق ومحب ومخلص كثر ما انت تطمن ان شغلك عنده. ما شاء الله انت مدحته مدح كبير، لا يستاهل، معناته انك ناوي بعد تتعامل معاه. اكيد الله. اي لا بالعكس، يعني انا كلمته الفترة الأخيرة على كذا عمل جالسين نجهز افكار جديدة، وعندنا طبعا تعرف نحط مجموعة افكار ونبدا عقب نختار منها يعني الحين الله يعينك فهد، انت افكار الاغنيه، افكار الكلمه، افكار اللحن، افكار التصوير بعد. يعني هذا اللي صاير فواز، للاسف انه يعني ترى الموضوع كبير والله. موضوع كبير وموضوع متعب، والناس احيانا تعتقد ان المطرب يغني ويمشي. الحقيقه مو بهذه، الحقيقه في ورشه عمل ترى كبيره تصير، وانت تقعد تفكر اذا قدمت هالعمل شلون اقدر اقدم له فيديو كليب معين، ابي فكره معينه لان هذه الفكره ما انشغلت من قبل، طيب شلون اشتغلها، من اي زاويه اجيبها، في كلمات احيانا مفردات نبي نحطها في الاغنيه لو تحطها بطريقه او باخرى ممكن تطلع مو بحلوه، فبالتالي تدور لها، ترى شغلانه الله شغلانه، لكن في النهايه لما يبي لك كاميرا فوقك فهد بهالورشه هذه بس. أيوة هذا برنامج بروحه. تصدق ما اخفيك فواز، يعني التعب الذهني اللي يتعبه المطرب، انا بالنسبه لي وتبع الفنان النجم اللي قاعد يشتغل اليوم وحريص على شغله، التعب الذهني اكثر ترى من التعب الجسمي. اكيد يعني تتعب وتحس انك مرهق، وانت يمكن تكون يومين قاعد في البيت بس تحس انك قاعد تفكر، لانك قاعد تفكر. التفكير هذا، واتوقع المخرجين يمكن والفنيين كلهم يعرفون هالسالفه هذه، يتعبون فكريا، لانه بيطلع شيء
مختلف يعني. يا سمان امجادي يا عمري قطر، يا ترى العز مداهي للكرام، نكتبك حب وترانيم ودرار، للوفا نكتب ويكتب كل غرام. يا سمان امجادي يا عمري قطر، يا ترى العز مداهي للكرام، نكتبك حب وترانيم ودرار، للوفا نكتب ويكتب كل غرام. نسقي عروقك وننبت لك زهر، نشتعل لك حب ويموت الظلام، وشكيتي البرد في بر وبحر، الدفا شعبك عزيزين المقام. يا عمري قطر، نكتبك حب وتراني ودرام. فهد ما شاء الله عليك، نشاطك، حركتك الفنية هذه في هذه الدوامة تستهويك الألقاب؟ فواز انا احس ان اللقب بقول لك ايش كثر تهمك؟ اللقب بقول لك الحين اللقب بالنسبه لي انا كفنان يعطيني دافع، يعطيني حافز، يحسسني ان انا ان الجمهور حابك بطريقه معينه. احيانا لما تحس ان انت مرور الكرام يعني ينكسر خاطرك على نفسك، تحس انه يعني مو انا اللي يعني على كثر ما اشتغلت وعلى كثر ما سويت ما حد. ترى اللقب تقدير، ولما يكون اللقب موجود معناته انا قدرت من الجمهور هذا اللي اعطاني هاللقب، فبالعكس شيء يونس وحلو، بس مو بالشيء اللي طموح. هو مش طموح، اللقب هو مجرد اسم او شيء يعطونك اياه الناس، رمزي يعبر عن مشاعرهم تجاهك، لكن مو بطموحي، اكيد مو بطموحي. يعني في النهايه انت قاعد تقدم وتسوي اعمالك ويعني شيء حلو. زين، يسبب لك احراج لقب نجم قطر الأول بما أن أكثر المتلقين وأكثر محبينك يلقبونك هذا اللقب؟ يعني الأول عن جمهوري، بس أنا أسمعه، بس مش الأول عن جمهور غيري يعني. لا، أنا اللي أسمعه نجم قطر الأول. شوف ما أدري فواز، أنا ذاك هذا يسبب لك إحراج مع الفنانين زملائك في قطر؟ أكيد يعني، أكيد أحيانا الناس تحس إنه يمكن فيها مفاضلة بشكل يعني مو بحلو، لأن في فنانين كبار في قطر وسبقوني. وأنا مرة في إذاعة قطر طلعت في العيد الماضي، وكان معي الأستاذ الكبير علي عبد الستار، وطلع واحد من الناس اللي اتصلوا بالمداخلات وقال إنه نبي نتكلم مع فنان في قطر الأول فهد الكبيسي. أنا قلت لهم في اللقاء هذا وأصر وأعيد وأقول فنان قطر الأول إلى اليوم علي عبد الستار، وأنا مؤمن بهذا الأمر. علي عبد الستار قامة فنية كبيرة، قدم تاريخ وقدم إنجاز كبير، قدم مشوار فني عظيم. صعب انك تجي انت اليوم في 10 سنوات ولا 12 سنه تقول والله انا فنان قطر الاول لان انا لو اوصل مواصيل علي عبد الستار عقب 30 سنه فن، يجيني واحد طالع لي من 5-6 سنوات يقول انا مطرب الاول، صح، بيزعلني. مهما كان عندي مطربين سبقوني وايد في الفن، عيسى الكبيسي سبقني في الفن، منصور المهندي سابقني في الفن، كلهم فنانين قد بدأوا وغنوا قبل ما انا اغني اصلا. فاليوم انتشاري ونجاحي وقبول من عند الناس وتوفيق من الله، لكن مسألة الأول والثاني هذه ترى أنا ما تهمني إطلاقا، لأن ممكن أكون الأول عند واحد وفنان ثاني عند مليون، ذاك الثاني أحسن منك. عرفت شلون؟ أنا اليوم أقول ومصر على هذا الأمر، أنا أعتقد أن فنان قطر الأول بلا منازع علي عبد الستار. والله أنا أهنيك على صراحتك وعلى تواضعك وعلى شفافيتك. ولا انتقاص ترى في عيسى ولا انتقاص في منصور، كلهم فنانين، لكن في وجود بما أن علي ما زال موجود والله يعطيه طولة العمر، أبو نايف هو اللي ماخذ السبق. طيب أبو خالد، إذا تسمح لي بس نطلع فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع مع الفنان الجميل بإحساسه وبأخلاقه وبروحه فهد الكبيسي. لا تروحون بعيد وخلكم معنا. عودة جديدة لكم مشاهدينا الأحبة مع ضيفنا فهد الكبيسي، ويا هلا وغلا فيك، وما شاء الله الحديث معاك ذو شجون صراحة، مستمتع معاك جدا أنا. يا رب يسلمك. اي والله. فهد، فيه مجموعة من محبينك
يحبون يسمعونك باللغة العربية الفصحى، شنو ترد عليهم؟ يا اخي احترم هالموضوع. انا ترى غنيت فصحى كثير، وكثر ما غنيت فصحى الى اليوم متعطش اني اغني فصحى. الله. لكن يا ريت انه في جمهور يحب هاللون، لان انا اعتقدت ان الجمهور بدا يعني ما يحب مثل هالاعمال قاعدين نقدمها، وللاسف تنحط في الادراج مثل هالاعمال. اتمنى في يوم من الايام ان نقدم اعمال فصحى ويتقبلونها الجمهور ويحبونها وتنجح معاهم. يعني وعد ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه راح احاول القى يعني كلام فصيح واقدمه للجمهور. يا ريت بطريقه مثلا يعني بستايلك بلونك. اي ليش لا، بالعكس صحيح كلامك والله. شوف بعد اكون معك صريح زياده حلو. فواز، ما سعيت في الفتره الاخيره. حلو. ما سعيت، يعني كان عندي مجموعه مشاريع واعمال وقاعدين نقدم وننزل، وكنت حريص اني اوصل لجمهور معين بشكل معين. الفتره الاخيره بعد يعني صار عندي الحمد لله رب العالمين يعني جمهور يعني يطالبني باعمال معينه قاعد امشي معاه واخذه معاي في الرومانسي العاطفي الحلو اللي بعد في نفس الوقت سريع فيعني الفترة الأخيرة ما سعيت الموضوع، لكن إن شاء الله بفكر فيه. بس ممكن يعني ممكن. طبعا ليش لا، بالعكس قدمت وايد والله. وأنا يعني الحمد لله الفترة الأخيرة واحد ما يزكي نفسه، لكن يمكن دراستي للقرآن والتجويد عندي مخارج زينة، فحرام إني ما أقدمها يعني. حلو. زين، بما أنك قلتي بكل شفافية وبكل صراحة، كلمنا عن الجلسة الأخيرة اللي مع مساعد البلوشي، ونقدم له تحية أيضا. وليش كتمتوا على الموضوع؟ يعني لا أنت جبت طاري ولا مساعد جاب طاري ترى. شوف الجلسة هذه ترى جلسة حبية، احنا سويناها بشكل حبي جدا. يعني أنا كنت في الكويت وكان لي زيارة عقب أسبوع، فأنا أسولف مع أبو جراح فقال لي إن احنا ترى شغالين وبسوي يا أخي في بالي فكرة جلسة كذا كذا وأجيب الفنانين ونقدم جلسة طربية بسيطة بلوك مختلف كذي ليلي قلت له يا اخي اذا انت جاد انا ترى بيوك بغني معك. انا اقحمت نفسي عليه يعني. ابو جراح ما يقصر طيب وبيض الله وجهه. وفعلا يعني عقب باسبوع كان عندي زياره للكويت لمناسبه وحضرت معاه وغنينا وانبسطنا في الموضوع. الحين قاعدين نمنتج يعني الاعمال هذه وبعد راس السنه ان شاء الله راح ننزلها. مو بتكتيم لكن نبي نشوف شلون يطلع الموضوع قبل لا نثيره وعقب نتوهق. خلينا نتاكد ان شاء الله يكون. شنو الالات الموسيقيه اللي كانت عاديه؟ كل الالات اللي استخدمناها، لكن استخدمنا بعد الالات اللي يعني الاكوستيك احنا نسميها العود، القانون، الناي. حلو. حتى الجيتار بس الجيتار أيوة. مش الالكتريك الثاني. استخدمنا آلات يعني شويه تطلع الموضوع طربي اكثر مما يطلع بيت وايقاع وكذا. غنيتوا مع بعض ولا؟ لا ما غنينا دويو، بس غنينا مجموعة أعمال. يمكن أنا من زمان لي أعمال ما غنيتها وما قدمتها فقدمتها بشكل ثاني. الله. هو نفس الشيء قدم مجموعة أعمال عظيمة حتى لفنانين كبار. أنت قدمت أعمالك فهد أنا ولا؟ أنا قدمت أغلب شيء أعمالي. يمكن مع كأني سمعت أنا أغنية شيء بالغلط. يمكن أغنية أتوقع اللي قدمته، والله ما أذكر صديق فواز من فترة، بس كأن أغنية اللي قدمتها ما كانت من أعمالي، لكن أغلب الأعمال كانت لي. مساعد قدم مجموعة أعمال، حتى في أعمال طربية حلوة صراحة قدمها يعني. حلو. وراح تبث هذه على قناة يوتيوب. احنا مسوينها قناة خاصة بالجلسة هذه، راح تنزل كل الجلسات راح تنزل فيها. احنا تكلمنا يمكن عن 20 أغنية يمكن ما شاء الله. فالأغاني كلها راح تنزل هناك وحصرية لجمهور هذه القناة، ومع قناتي وقناة مساعد راح يكون في ما شاء الله بين الكل. يعني معناته الموضوع ممكن يتكرر ويستمر. طبعا بالعكس، اصلا عقب ما خلصنا الجلسه مباشره قلت حق مساعد انه لازم نكررها في جلسه شعبيه، عقب نكررها في مسرح، عقب نكررها. الله. حلوه صراحه. واليوم صار الجمهور ما يشوف التلفزيون مثل ما يشوف اللي يتابع السوشيال ميديا واليوتيوب صح. فلما ننزل ترى على قناه يوتيوب صدقني تنشاف يمكن اكثر من التلفزيون بوايد. صح. صدقت. طيب مو معناته برنامجكم لا بالعكس. لا بس هي فعلا الحين طفره السوشيال ميديا معروفه هذه، ما فيها كلام. يعني الواحد لازم يتقبل هالشيء. اي نعم. واحنا كلنا مع السوشيال ميديا يعني. صادق، هي مكمله في النهايه. مكمله. وانت ما شاء الله عليك بعد في السوشيال ميديا شغال الفتره الاخيره. ماكل الجو. نشاط. والله يا اخي مثل ما قلت يعني هي صارت ضروره، والله ضروره فواز. يعني ترى هي من ضمن الموجه اللي لازم تركبها انت كفنان، لازم تكون موجود ولازم تقدم ولازم، خصوصا جيلنا. يعني انا ما بتكلم عن الجيل اللي سبقنا، الجيل اللي سبقنا الحمد لله
يعني قدموا وتعبوا وسنين في هالمجال وما قصروا. وما مو محتاجين حتى نجوميه اكثر من نجوميتهم، هم صح نجوم صح كبار ولهم قيمتهم. احنا بالنسبه لنا كجمهور كفنانين جيل يعني مشينا مع هالتيار، لازم ان نكمل فيه. جيل السوشيال ميديا. جيل الانترنت. ايوه بصوركم معاي، يلا خلوها فوق. الله عليكم الله. بصور سيلفي معاكم على السناب شات، يلا. فهد، كلمني عن التعاونات الدويتو. انت لك تعاونات كثيره رجاليه. مو بكثيره والله، شوي. ليش ما لك مع العنصر النسائي؟ والله ما في عمل فواز، ما في كلام حسيت انه حلو حق اني اقدمه انا مع بنت. يعني سمعنا كلام مكرر، سمعوني يعني سمعت كذا لحن من كذا ملحن، موضوع مكرر. ما يعني في نجاحات ترى في الديوتوهات هذه او الدويتو، نجاحات في على تاريخ الموسيقى الخليجيه والعربيه، دوتوهات معينه ومعروفه نجحت 1 2 3 4. فعشان على اساس مع ان قدموا مجموعه كبيره من الفنانين هالدوتوهات بس ما نجحت يمكن 3 أو 4 دوتوهات. فلذلك لما انا ابي اقدم شيء على الاقل انا المس فيه الصدق، يعني انا اصدقه عشان الناس صادقه مني، عرفت يعني اذا انا ما حسيت فيه. فالديو الوحيد اللي قدمته انا مع راشد، وما شاء الله وكان في جلسه يعني كان في جلسه وترى صار حبي يعني ابو طلال وما قصر، واحنا كنا قاعدين وكان تسجيلي قبله، هو كان بيسجل بعد ما اخلص. فطلبت منه الطلب، قلت له ابو طلال عندنا اغنيه كذا كذا وانا حاس فيها، وعبد الله المناع يسمع اللحن، كان جديد يعني الاغنيه احنا غنيناها جديده هناك. فقال بس دشت قلبي الاغنيه ويلا ابو خالد والله وغنينا بحبيه يعني عجيب. فما كان حتى الموضوع مصطنع، عارف؟ يمكن هالشيء اللي خلاها توصل للناس الحمد لله. طيب لو صار ولقيت عمل، من هي الفنانه اللي انت تتمنى انها تكون معك؟ 3 4 يعني ما يعني بنعدهم من عندنا اليوم بنات جيلي. انا متعصب لبلقيس جدا. احبها كفنانه متميزه ومثقفه جدا، عارفه وين رايحه وعارفه ايش قاعد تسوي. ويمكن انا يعني في الفتره الاخيره شكلنا دويتو في اغلب حفلاتنا. في الحفلات نعم. قاعدين نقدم مع بعض وسبحان الله يعني كاريزمتنا ماشيه مع بعض في اغلب الحفلات والحمد لله. ذاك اليوم اقول لها بلقيس اتوقع لو نقدم ديو ان شاء الله يا رب انه ياخذ له، يعني اتوقع انه ياخذ صدى حلو. وغير كذي طبعا في فنانات كثار يعني موجودين في الساحه الفنيه. اسماء المنور صوت حلو. جميل. وعد، هند، كلهم ترى اصوات حلوه، بس مثل ما قلت لك في حد انا احسه اقرب بطريقته بصوتها يمكن بلقيس. يا اخي تصدق انا كنت احسبك بتروح لنوال، ما ادري ليش. شوف نوال اكبر من فهد الكويسي، انا صريح. لا هو مش على الحجم، لا انا اتكلم على الاحساس على حقيقه. لكن اليوم لما نوال بتسوي فيديو كليب او سوري بتسوي دويتو، اتوقع انه يعني اولا نوال من الناس اللي من الفنانات اللي من اكثر فنانات قدمت دويتوهات. قدمت مع عبد الله رويشد، قدمت مع فضل شاكر، قدمت وكليباتها نجحت. يعني اغلب اللي قدمتها الدويتوهات نجحت. فلذلك مع رابح صقر ومع رابح في الفتره الاخيره. فيعني نوال حجما وقيمه اكبر. يا ريت يعني انا اتمنى اني اقدم شيء مع نوال او حتى احلام، ترى ثنتينهم يعني. انا كنت بسالك لو خيرت بين نوال واحلام تختار من؟ هم خلي يرضون وانا بغني لهم يعني. دبلوماسي يا جماعه. انا ما اقدر عليك. صادق. الله يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. زين فهد، احنا ما شاء الله الوقت مر بسرعه. انا ابي اطلب منك طلب صغير قبل ما نختم، اغنيه تختارها على ذوقك، سواء من اللي ما طلع او من اللي عندك. له انا اهتم له ولها عليك،
ليه ما يرتاح بالي إلا قربك، ليه انت اللي من العالم أبيك، ما لها تفسير إلا إني أحبك. الله. حس فيني وباحتياجي للتفاصيل الصغيرة، ياهي بعيوني كبيرة. ليه أنا أهتم، ليه وله عليه، ليه ما يرتاح بالي إلا قربك، ليه انت اللي من العالم أبي، ما لها تفسير إلا إني أحبك. حس فيني وباحتياجي للتفاصيل الصغيرة، ياهي بعيوني كبيرة. حس فيني وباحتياجي للتفاصيل الصغيرة، ياهي بعيوني كبيرة. عالم أبي ما لها تفسير إلا إني أحبك. ما قصرت ابو خالد صراحه، استمتعت معاك وشاكر لك مره ثانيه تحت هذه الفرصه ابو خالد. العفو، بالعكس، وانا اللي شاكر لك فواز، واليوم طلعت مني كلام حلو وما شاء الله عليك، يعني من المذيعين المتألقين ايضا في الفتره الاخيره. موفق دائما يا رب، ويشرفني اني اكون معك. شرف لي، شرف لي. تسلم تسلم. وصلنا الى ختام حلقتنا مشاهدينا الاحبه، تقبلوا اجمل التحايا مني ومن طاقم العمل، وفي امان الله.